السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده جايبه لكم فيديو حلو جدا. جايبه لكم 4 وصفات مختلفة للغدا او 4 افكار مختلفة للغدا بنص صدر فرخة او باقل من ربع كيلو من البانيه. هتعملوا 4 وجبات غدا مشبعة جدا جدا، تكفي 4 او 5 او 6 افراد كمان. كلها وصفات حلوة وكده الحاجات اللي بنحب ناكلها من بره، وسهلة وبسيطة جدا جدا. فتابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل الوصفات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني. وطبعا اهلا وسهلا بكم. حطوا بقى لايك حلو كده للفيديو، وكمان اعملوا شير لاصحابكم عشان يشتركوا معايا في القناة. ويلا بينا نشوف الوصفات الحلوة دي عملناها ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعمل مع بعض البانيه بتاع الشركات اللي كل الولاد بيتجننوا عليه، وبقى بيتباع باسعار مبالغ فيها جدا. اول حاجة انا جبت دي خلطة كنتاكي، بتبقى عبارة عن كده عاملة زي الذرة كده، زي الذرة الصفراء حاجة كده، مقرمشات كده بتكون ناشفة، فبتكون صعبة شوية. فبفرمها كده في الكبة نص فرمة، مش بطحنها ناعم، بطحنها كده تكون نص يعني بين البنين، ولا هي ناعمة قوي ولا هي خشنة قوي، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، عشان تبقى يعني سهلة معايا في الاكل وما توجعش اسناننا. تمام. في نفس الكبة كده هبدأ بقى اجهز العجينة نفسها بتاعة البانيه او بتاعة الكفتة. تمام. جبت بقى الكبة وجبت معايا هنا نص صدر فرخة، يعني حوالي برضو ربع كيلو من البانيه. تمام. يعني سواء ده موجود عندك او ده اشتغلي بيه. هبدأ كده اقطعه، طبعا مغسول ومنقوع فيه مية وليمون ودقيق وملح. تمام. وبعد كده بشطفه، وبعد كده بنشفه وببدأ استخدمه. شايفين قطعة صغيرة خالص هتطلع معايا كمية حلوة جدا. هبدأ كده انزلها في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده معايا بطاطسايه واحده متوسطه، انا سلقاها بس مش بسيبها تتسلق لحد الاخر، بسيبها يعني يكون فيها تكه كده، وبعد كده بتبرد وبستخدمها معايا. حطيت كمان نص كوبايه يا اما من الفيجيتار وانا عاملاه معاكم على القناه، يا اما من البقسماط المطحون. تمام. بعد كده احط التوابل اللي انت حباها، بهارات فراخ، ممكن نحط بابريكا وكاري وكركم وبصل بودر وتوم بودر، وكمان مكعب مرق. تمام. لو هتحطي مكعب مرق بتحطي كميه صغيره قوي من الملح عشان يعني يظبط معاكي الطعم وما تحدقش منك. ضربتهم كويس في الكبه زي ما انتوا شايفين، وهبدا كده انزلها في الطبق بتاعي كده. ولو لقيتوها بتلزق معاكم هتدهنوا كده ايديكم بالزيت عشان تعرفوا تنزلوها من الكبه. بعد كده حضرت معايا طبق فيه ميه ساقعه، وهبدا انزل ايدي في الميه الساقعه كده، وباخد قطعه كده من العجينه اللي احنا عملناها، وببدا كده اشكل البانيه على شكل اللي هو البيضاوي كده، اللي هو شكل البانيه بتاع الشركات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بعد كده هحطه في الخلطة اللي هي الكريسبي، اللي هي دي بتتباع عند العطار ومش بنضيف عليها اي حاجة، هي بتكون ليها طعم جاهزة. تمام. هحطه كده، بعمل كده كام واحدة، وفي الاخر هغلفهم مع بعض. زي ما انتوا شايفين طريقة تشكيله سهلة قوي، ومش شرط تشكلوه على الشكل ده، ممكن تعملوه دواير كده كأنه كفتة، بس الشكل ده هو المتعارف عليه اللي بيتباع بره عند اللي هو بقى كوكي واطياب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وعايزه اقول لكم اسعارها بقى مبالغ فيها بشكل فظيع، وهي يعني مش مكلفه خالص وسهله. وكمان لما بتعملوها في البيت بتبقى حاجه نظيفه جدا، وكمان من غير مواد حافظه زي ما انتوا شايفين نفس الشكل بالظبط. كان في متابعه حبيبتي سالتني على الطريقه، اديني بكررها معاكم اهي عشان اللي ما شافهاش معايا على القناه قبل كده. وهتلاقوا كل وصفة في الفيديو موجود ليها فيديو مفصل على القناة لوحدها لو حابين ترجعوا لها لوحدها. زي ما انتوا شايفين هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. اهم حاجة يكون جنبك كده مية ساقعة بالشكل ده، عشان كل ما تلاقيه كده بيلزق في ايدك تبيلي ايدك من المية الساقعة وتساوي كده الوش بتاعها. نسيت اقول لكم ان حطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر على العجينه وانا بعملها، وده بيدي كده هشاشه عشان ما يكونش مكتوم معاكي. قلت كده اول جزء معانا، وهكمل تشكيله عادي جدا، بيدي كميه حلوه وبيكون سهل قوي. تمام. بعد كده بدخله كده الفريزر يجمد معايا، وتقدري تحفظيه كده في علبة تلاجة بعد ما يجمد او في كيس بلاستيك. هتلاقيه سهل معاكي جدا ان هو تاخدي منه واحده واحده وتقليها على حسب الطلب. بعد كده لما بنيجي بنحمره في زيت ما يكونش سخن قوي، يكون متوسط الحرارة. يعني انا سخنت الزيت وخليت النار تكون متوسطة، مش عالية قوي ولا هادية قوي،
وبنبدأ ننزله كده، مش بتلاقوا القشرة بتاعته بتفك ولا اي حاجة. اول ما تلاقوه طاف معاكم كده على الوش، ابدأوا اقلبوه على الناحية التانية. اول ما ياخد لون من الجنبين بيكون كده تمام استوى معايا. طبعا بياخد لون ذهبي خفيف، مش بنسيبه ياخد لون غامق قوي عشان ما يقرمش معاكي زيادة عن اللزوم وتلاقيه صعب معاكي في الاكل. زي ما انتوا شايفين هو مش بياخد وقت خالص. هو اول ما بيطوف معانا على الوش بنقلبه على الجنب التاني. هحمر بقى كل الكمية بنفس الطريقة في زيت كده غزير ومش بيشرب زيت خالص. وطبعا طلعوه على مصفى عشان يصفي كده الزيت الزيادة، او على مناديل. بس لو طلعتوه على مناديل هيطرى معاكم شوية، فالاحسن انكم تطلعوه على مصفى عشان يصفي الزيت الزيادة من غير ما يطرى معاكي. تمام. هقلب بقى كل الكمية بنفس الطريقة. دلوقتي بقى نعمل مع بعض الوصفة التانية. هنعمل نوع كفتة حلو جدا جدا. انا كده جهزت الكبة معايا وحطيت كده بصلتين متوسطين او صغيرين، وحطيت عليهم نص كوباية من البرغل. انا غسلته ونقعته لمدة نص ساعة، وبعد كده صفيته كويس جدا جدا من المية. بعد كده حطيت مكعب من مرقة الدجاج، تقدر تستغني عنه زي ما تحبي. هحط كمان شوية من هريسة الشطة. دي هريسة عبارة عن فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم وشوية ملح، وبضربهم مع بعض كويس. وببدأ استخدمهم في الوصفات اللي شبه كده. حطيت كمان ملح وفلفل اسود وشوية من بهارات الفراخ وشوية من البابريكا والكاري والكركم. تمام. طبعا بهارات اختياري زي ما انتوا حابين، بس كل ما بتزودوا البهارات كل ما بتديها كده طعم حلو. الفراخ عموما بتحب البهارات الكتير. هبدأ كده اضربها كويس جدا. وده برضو نوع حلو جدا من الكفتة واقتصادي وسهل جدا. ضربتهم كويس جدا، وبجيب كده معلقة وبنزل اي حاجة موجودة كده على الحواف بتاعة الكبة. وبعد كده مجهزة معايا برضو نفس الصدر الفرخة، او يعني نص الصدر الفرخة مش صدر فرخة كامل. يعني برضو تقريبا 200 جرام 300 جرام على حسب حجم الفرخة. تمام. وهبدأ افرمه كده معاهم كويس جدا. اثناء وهي شغاله زي ما انتم شايفين، لو عندكم الكبه ينفع تفتحوها وهي شغاله. بتنزلوا كده اللي على الجوانب بتاعه الكبه عشان كله يمتزج كده مع بعضه ويبقى عجينه واحده. وطبعا بنحط برضو نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، دي اساسي جدا في اي نوع من انواع الكفته او البرجر. تمام. بتدي كده هشاشه حلوه ومش بتخليه يبقى مكتوم من جوه، بتخليه من جوه كده يبقى هش. بعد ما ضربتهم كويس جدا هبدأ بقى اجيب طبق معايا وهحط فيه الكفتة بتاعتي. حطيتها بقى بالشكل ده، وبدأت كده ادهن بقى ايدي كده بالزيت عشان كده اخليها كده ناعمة معايا واعرف اشكلها كده بكل سهولة. تمام. هجهز بقى طبق عادي يكون كبير شوية، وبدهن الطبق نفسه بالزيت عشان الكفتة ما تلزقش فيه. وبعد كده باخد قطعة قطعة وببدأ اشكلها على شكل دوائر زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا طبعا تشكلوها الشكل اللي انتوا حابينه، بس الشكل ده بيكون حلو جدا شبه كده البرجر، ولما بيتسوى بيكون شكله جميل قوي. عايزه اقول لكم كمان بيرمي معانا كميه حلوه جدا جدا. هتشوفوا الكميه في الاخر بجد بترمي كميه حلوه قوي. شكلت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، كمية ممتازة. نبدأ بقى نسويها مع بعض، وبرضو طريقة التسوية بتاعتها سهلة قوي ومش بتاخد كمية كبيرة من الدهون. انا هبدأ احضر معايا طاسة او صينية كده حلوة كبيرة، وهبدأ احط فيها كده كمية صغيرة خالص من الزيت او اي مادة دهنية، وهبدأ احمر فيها الكفتة بتاعتي على الوشين. زي ما انتوا شايفين انا عامله السمك بتاعها يكون رفيع شويه مش تخين عشان تستوي معايا بسرعه. يا دوب بتاخد معايا لون من جهه ببدا كده اقلبها على الجهه التانية. تقدروا تحطوا كميه كبيره مع بعض في نفس الوقت، مفيش مشكله خالص زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم ان هي حجمها مش بيكش كتير، يعني بتكش كده حاجه بسيطه قوي قوي. تكاد تكون كده مش ملحوظه خالص. زي ما انتوا شايفين بتلاقوه كده محافظه على الحجم بتاعها.
بعد ما بتاخد اللون الحلو ده ببدأ كده اطلعها على برضو مصفى لو عايزين تصفوا زيت الزيادة منها، او على مناديل مطبخ. وبحط كده باقي الكمية بالشكل ده كده، مش بتاخد وقت خالص. انا حاطة كمية زيت قليلة خالص، تمام؟ انتوا شايفينها كتير بس هم حبة صغيرين خالص في قاع الطاسة من تحت. و يعني نفس الكمية فضلت زي ما هي، ما كشتش خالص. بعد ما حمرت كل الكمية فرشت كده فرشة من البقدونس، وبدأت كده ارص عليها الكفتة. بجد حلوة قوي، قدموها بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين نص صدر فرخة رمى معايا كمية حلوة جدا جدا، زي ما انتوا شايفين تكفي 5 أو 6 افراد، ومشبعة جدا. وهفتحها لكم دلوقتي من جوه تشوفوا قد ايه هو هش، وطعمها بجد خطير، هتعجبهم جدا جدا. قدميها بقى جنب مكرونة، جنب رز اصفر، جنب عيش وسلطات زي ما تحبوا. التقديمة اللي انتوا عايزينها بتمشي معاكي في اي حاجة، وبجد وجبة حلوة ومشبعة جدا. جربوها، وعايزة بس دعوة حلوة منكم. وتعالوا بقى نشوف الوصفة التالتة معانا. بعد كده معايا هنا دي نص كوباية من فول الصويا، انا غسلتها ونقعتها برضو لمدة نص ساعة، وبعد كده صفيتها كويس جدا وعصرتها كويس من المية. نزلتها معايا في الكبة. كده بصلايه كده كبيرة او بصلتين كده صغيرين، وهبدأ اتبلها معايا. الاول احط كده برضو معلقة من هريسة الفلفل الاحمر، ده فلفل احمر حلو انا بضربه برضو، بحطه في التلاجة، بحط على وشه كده معلقة زيت عشان يفضل محافظ معايا عليه. هحط كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هحط كمان كيس كده او مش كيس، معلقتين كبار من خلطة البرجر، تقدري تستغني عنهم وتحطي كده مكعب مرق الدجاج. حطيت كمان من شوية من السبع بهارات، وشوية من بهارات الفراخ، وشوية كمان من البابريكا. وطبعا الملح والفلفل الاسود اساسي، وبتظبطيه كده على حسب الكمية بتاعتك. تقدروا تزودوا فول الصويا اكتر من كده، بس انا مش بحب ازوده قوي عشان برضو نفضل محافظين على طعم الفراخ. ضربتهم كويس في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو بنزل الجوانب بتاعتها اثناء ما هي شغالة. ومجهزة بقى معايا برضو نص صدر فرخة او ربع كيلو بانيه زي ما انتوا شايفين، وهبدأ انزل على المكونات اللي ضربناها مع بعض في الاول. ضربتهم كويس جدا، وبرضو هبدأ اتأكد كده ان يعني كلهم مضروبين مع بعض كده وممزوجين كويس. وبعد كده هنبدأ نشكلها مع بعض. حطيتها كده في الطبق ده، وبعد كده دهنت ايدي بالزيت. وهنشكلها بقى بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي شكلنا بيها الكفتة بتاعت المرة اللي فاتت. فهشكلها كده على شكل صوابع، وهتشوفوا معايا كده الصوابع دي هنشكلها ازاي. برضو الشكل ده حلو قوي، وبيفضل محافظ على شكله بعد التسوية، يعني مش بيتغير ولا بيكش ولا اي حاجة. وحتى الخطوط دي بتفضل موجودة فيه كده، وبتكون مدياكي شكل الشوي كأنها مشوية كده على الجريل. برضو هعملها بنفس الطريقة. لو عاوزين تشكلوها برضو دوائر زي ما شكلنا التانية برضو مفيش اي مشكلة. الكفتة دي انا كنت هفرزها فما سويتهاش معاكم، لكن التسوية بتاعتها سهلة جدا زيها زي بتاعة الكفتة اللي عملناها قبل دي. بتسويها كده في طاسة برضو على النار، بتاخد كده لون من جنب، تقلبيها على الجنب التاني، او بترصيها كده في صينية وبترشي وشها كده رشة صغيرة، رشة كده من الزيت على الوش، وبندخلها الفرن كده تستوي معانا. زي ما انتوا شايفين التشكيل بتاعها سهل قوي. بعملها كده على شكل كده يعني صباع صغير كده، وبعد كده بعمل لها بالسكينة بعمل لها خطوط كده، فشكلها حلو ومختلف وسهل. كمية يعني بتدرم معايا كمية حلوة جدا. انا عملت الطبق ده وحطيت عليه كيس، يعني عملت اول طبقة وحطيت كيس، وحطيت الطبقة التانية، وببدأ اغلفه ستريتش راب وبدخله التفريز. برضو بتنفعني جدا لما بيكون جاهزة معايا في الفريزر. عملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، جربوها وهتعجبكم قوي. بعد كده اخر وصفة معانا هنعمل كفتة الرز بالفراخ، من احلى الوصفات بجد، تحفة جدا جدا.
دي كده كوبايه الا ربع رز. انا غسلتها وسبتها لحد ما تنشف تماما من الميه، فردتها كده في طبق وسبتها تنشف خالص في الجو كده لحد ما نشفت معايا، وبعد كده طحنتها في المطحنه الصغيره اللي هي بتاعه الخلاط لحد ما بقى عامل معايا زي البودره كده. تمام بالشكل ده كده. في ناس بتستخدم دقيق رز بس انا مش بحب استخدمه، انا بحب استخدم الرز على اصوله كده عشان بتديكي كده نفس الطعم بتاع اجدادنا زمان. تمام. بعد كده جبت صدر فرخة برضو واحد وبدأت اقطعه بالشكل ده كده، برضو ربع كيلو او يعني 300 جرام بالكتير قوي، لان الفرخة اصلا الصدر كله على بعضه بيكون حوالي نص كيلو، ده لو كانت فرخة كبيرة. تمام. لو في اي قطعة جلد كده او اي حاجة او دهون بشيلها. هبدأ بقى كده احطهم في الكبة زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم كفته الرز دي من الاكلات الحلوه اللي بترمي كميه حلوه وكل الناس بتحبها. هطحن كده صدر الفرخه، هضربه كويس جدا يكون ناعم معايا بالشكل ده الاول قبل ما اضيف عليه باقي المكونات. تمام. بعد كده هضيف بقى ايه، هنضيف كده بصلايه كده متوسطه حلوه، هضيف كده كام فص من الثوم، حته كده من مكعب مرق الدجاج، وهنضيف شويه كده من الورق بتاع الخضره، بقدونس وكزبره وشبت. تمام. بعد كده هضيف الرز المطحون بالشكل ده كده، ده هيسهل معايا ان انا ان الكفته تنعم معايا بسرعه. لو حطيت الرز سليم مش هيخلص معاكم بسرعه او مش هينعم معاكم بسرعه. تمام. حطيت كمان بقى التوابل بتاعتي، ملح فلفل اسود وكمون وكزبره وشويه من السبع بهارات، وما تكتروش من كل حاجه كده، رشه بسيطه. هحط كمان شويه من بهارات الفراخ عشان هي طبعا كفته فراخ. تمام. بتطلع بالشكل ده كده، بنعمها كده مع بعض بتطلع حلوة قوي. وبصوا زي ما انتوا شايفين كأنك عاملاها بره عند الراجل، وما تكتروش قوي في الخضرة عشان ما تفكش منك وانت بتقليها، وفي نفس الوقت عشان ما يكونش لونها اخضر قوي زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين ده كده اللون بتاعها كده حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، محدش اصلا هيصدق ان هي بالفراخ، يعني هيفتكروها عادي ان هي كفتة رز باللحمة. هي طعمها في الاخر مش بيبان لحمة ولا فراخ، بس بيكون طعمها جميل ومسكر جدا جدا. دهنت ايدي كده بالزيت وبدأت اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هشكلها وبعدين هقليها، تقدري تحفظيها في الفريزر برضو في اطباق من غير قلي، او تقليها الاول وتحفظيها برضو وهي مقلية، او تتطبخ على طول برضو بعد ما تتحمر. انا بحب اعمل لها التسبيكة بتاعتها بالثوم بس مش بالبصل والثوم، بتكون حلوة جدا. وهتلاقوني برضو عاملاها معاكم في فيديو مفصل على القناة، وحتى طبخها معاكم في قلب الفيديو. زي ما انتوا شايفين هصبعها كلها وهبدأ اقليها، وبعد كده تقدري تحفظيها في الفريزر. زي ما انتوا شايفين انا عملت هيك كل كمية حلوة، وخصوصا لما بيتعمل لها التسبيكة بتاعتها بتكتر كده معاكي، وبتعمليها كده جنب شوية رز بشعرية بتكون خطيرة جدا جدا. بدأت اقليها وهوريها لكم بعد القلي بجد، ولا هتفك ولا هتكش ولا هيحصل لها اي حاجة، والشكل بتاعها بيفضل محافظ على شكله. وتقدري تعمليها صغيرة او كبيرة، وتقدري تعمليها كمان كور كده مدورة، بتكون حلوة قوي. او عايزين تزودوا الكمية زيادة كمان، بتعملوا كده بتقطعوا كده كام بطاطساية مكعبات وبتحطوها كده في الاخر تاخد غلوة كده مع الصلصة وتستوي. زي ما انتوا شايفين قلتها لونها تحفة، محافظة على شكلها وقوامها، وما كشتش ولا فرشت ولا عملت اي حاجة، بجد حلوة جدا. جربوها بنفس الطريقة ونفس المقادير هتعجبكم جدا جدا. كده انا عرضت معاكم 4 افكار مختلفة لوصفات سهلة وبسيطة واقتصادية بصدر فرخة واحد، تقدري تعمليها ومغذية وبترمي معاكي كمية كبيرة وتكفي عدد كبير من الافراد. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه، ومتنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم، وتحطوا كمان لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة حبايب قلبي.